عيني يا والله جه اليوم يا دياسطي وشفت فيه الورقة ام 50 ولسه كمان لما البورتو يمشي اكتر من كده همسكك الورقة ام 100 دولار. اهنه وستوب يا واد خالي، ده الدولار ده ملعبي. ملعبك ايه يا عم؟ هو انت احترفت ببرشلونة؟ ده انا من يومي والدولارات دي بتروح وتاجي في يدي، حتى بالامارة مرسوم عليها المغنوات الامريكاني بتاعهم دي اللي اسمه الشاكسون. صح يا عم الصراف الدولي؟ ها دول يبقوا كام كده؟ دول كده 3000 جنيه و15 قرش. حلو اوي. ودول 3000 زيهم الا 15 قرش، يبقى المجموع 5000. صح يا عمنا؟ لا مش صح يا واد خالي، يبقوا 5000 و15 قرش. انت فاكرني اهبل ياض؟ لا اور يا ديسو، ما يضحكش عليك ابدا. المهم بعد الاسم علينا بالعدل يبقى ده نصيبك يا معلم. ايه دي؟ الورقه ام 50 جنيه اللي بتحبها. 50 جنيه ايه دي؟ اراضي البورتو المفروض يتقسم علينا بالنص. ايه يا عم من اول القعده وانت عمال تبصلي وبتشكك فيا ليه؟ انت فاكرني نصاب ولا ايه يا ديسو؟ خد يا عم ادي الفلوس كلها، خد قوتي وقوت عيال عشان تستريح. استغفر الله العظيم، مش القصد يا شادي، انا بس بسأل حسبتها كيف. بص يا ديسو، البورتو ده مش فيه اجهزه ومعدات ووسائل نقل وخلافه. ايوه فيه. طيب والحاجات دي مش عاوزه صيانه يعني ولا هنشغلها كده وخلاص لحد ما تصدي وتبوظ؟ الصيانه عاوزه فلوس، وده غير الكافيه الكاريبي اللي هنشتري له كراسنا. انت عارف كيلو الكراسنا بكام دلوقتي يا بص؟ ايه غالي؟ طبعا يا مان. طب وحياتك انت ومليك عليا حلفان، انا مش هيطلع لي مليم احمر الشهر ده. خلاص يا واد خالي، حقك عليا انا. سلام عليكم. وعليكم السلام يا نشأت يا فندم. اقعد اعمل لك شاي. تشكر يا سيدي، انا جاي لكم في مأمورية رسمية. خير يا عم المأمور؟ هيئة السياحة مفوضاني اعمل تفتيش على جميع المنشآت السياحية اللي في البورتو واتأكد انها مطابقة للمواصفات العالمية. وصفات عالمية؟ هو اللي ماسك الهيئة الست منى عامر ولا ايه؟ يا عم بيقول لك مواصفات، انت ما بتعرفش انجليزي ولا ايه يا ديسو؟ التفتيش هيبدأ من بكرة، ولو لقيت اي مخالفة هيغلق المكان لحين مطابقته للمواصفات. ما كفايه لف ودوران يا ضياستي، عيني زغليلك. قلقان يا بسنت قلقان، شادي ما جاش لحد دلوقتي وكده هنتاخر على نشأت افندي. يعني لو اتاخرتوا هيذنبكوا؟ ما انت اصلك ما تعرفيش نشأت افندي في الشغل، نمكي وتبت ويدق على الواحده. مش فاكره اول ما الناس بدت تاخد من عندي مشاريب عمل ايه؟ طلب مني شهادة جودة للشاي وشهادة منشأ للقهوة وتصريح استخدام صينية، ولو ما جبتوش كنت هقدم المشاريب من غير صينية. طب وانت ساعتها جبت التصاريح دي منين؟ البركة في جون بعت لي برينتر انك جيت 3 في 1، طبعت عليها كل التصاريح اللي انا عاوزها. يا حلاوة يا ولاد. امال ايه يا بسنت؟ وايامها الواد صليت كان حزين عشان الصحة مرضيتش تعمل لجاموسته شهادة ميلاد، قمت طبعها له بالمرة. طب ما تروح لنشأت افندي بالبرنتة دي وخلاص. والله انا اللي هديك بالبرنتة دي على دماغك. يوه روح شوفي مين، على الله يكون شادي. اهلا يا سي شادي، خش اعمل لك شاي. شاي؟ احنا متاخرين على الراجل، ربنا يعدي اليوم ده على خير. يا ديسو ما تاخدش كل حاجه على صدرك كده عشان الكحه، ده مجرد اجراء روتيني بيتعمل وخلاص. اجراء بروتيني؟ لو انتوا عازمين نشأت افندي على الغدا. السلام عليكم يا نشأت افندي. لا 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 سلام ولا كلام، انتوا متأخرين دقيقة ونص. هو ماله مشغل علينا السخان كده ليه؟ معلش اصل كان فيه كمين عطل التلفريك واحنا في السكة. كان المفروض تعمل حساب الحاجات دي يا محترم، انت عارف ان انا دقيق قوي في شغلي. طب يلا بقى يا معلم عشان نلحق نضرب بونطة كده في البورتو ونلف ونشوف مصالحنا. استنى انا لسه ما فتشتش هنا. هنا فين يا هندسة؟ هو مش الخص ده بيقعد عليه سياح ويشرب
ويشربوا شاي يبقى تعتبر منشأة سياحية، ومن النظرة الأولى كده واضح إنها غير مطابقة لمواصفات الأمن والمتانة. ده بيغلط فينا يا شادي، بيقول لك نتانة. متانة يا عم انت راخر، قصدي يعني ان الخص مادة هشة سريعة الاشتعال. يعني ايه؟ يعني ايه؟ نعمل لك خص الوميتال يعني؟ ونسميه خصمونيوم. لا يا خفيف انت وهو تركبوا طفاية. ليه؟ خص ده ولا عقب السيجارة؟ قصدي طفاية حريق. يغلق الخص لحين توافر سبل الأمان. اللي بعده. بقى منطقة أحواض الجلة الاستشفائية، وأحب أؤكد إن جلتنا مستخرجة من أمعاء الجاموس المصري الأصيل، وقبل ما نستخرج الجلة بتكون الجاموسة واكلة قبلها بأسبوع برسيم أورجانيك على أبوه، فبتنزل الجلة خالية من أي مواد حافظة أو مكسبات طعم ولون. ايه ده؟ لا الجلة دي مغشوشة. مغشوشة ازاي يا نشأت باشا؟ دي جلة معفنة ومعتقة من ايام ما كان قرص الجلة ب15 قرش. انا عايش طول عمري وسط الجلة واعرف افرق بين الجلة المغشوشة والجلة السليمة. الجلة دي بتزودها مية. ما يمكن الجاموسة هي اللي كانت شربالها بقين مية زيادة ولا حاجة. احواض الجلة تفضى وتتملي جلة صافية مركزة. اللي تؤمر بيه معاليك يا نشأت باشا. تغلق احواض الجلة لحين ملئها من جديد. اللي بعده. انتوا قلتوا لي بيضة الترعة دي جاية منين؟ من هويسة ابو حتاتة. نسبة البلهارسيا قليلة عاوزة تزيد. طيب تغلق الترعة لحين زيادة البلهارسيا وفقا للمعدلات العالمية. ودي بقى ساحة التزلج على الطين، واللي مش عارف هتتقفل ليه. شكلها مش بطال. الحمد لله. بس يعني مش عارف كده، حاسس ان في حاجة ناقصة. حاجة زي ايه؟ تغلق الساحة لحين الاحساس بشعور اخر. اللي بعده. الجهام يا بياسطي، بكرة تفرج يا ولدي. كيف بس والبورت مقفول كده والحال واقف زي ما انتم شايفين. السياح طفشوا بعد ما اتقفلت كل مصادر الانترنت. لا حول ولا قوة الا بالله. هم قفلوا الانترنت اللي هو كمان مش ناقصة غباوة يا صليت وحياة ابوك. انا من رأيي ان انتوا تتفاهموا مع الحكومة وتعملوا ترابيزة مفاوضات وكل واحد ينقط بطريقه. حكومة ايه ومفاوضات ايه يا استاذ غباشي؟ انت فاكرني مصطفى كامل؟ ايه؟ هتجيبوه يعمل حفلة هنا؟ وحياة عينيك يا عم دياسطي خلينا اسلم عليه. وحياة عينيك انتوا هتجيبوا لي النقطة، انا مش ناقصكم. انتوا قاعدين ليه؟ مش خلاص البورت اتقفل؟ انت اعصابك تعبانة وانا مش هرد عليك. بينا يا جماعة. ما تنساش بقى خلينا اسلم عليه. سلام يا ديسو. سلام يا دساديسو. وبعدين يا شادي يا واد خالي، هنعمل ايه دلوقتي بعد ما اتقفل البورتو؟ هنقعد جنبه كده؟ لا طبعا يا مان، لازم نلاقي حل. طب ما الحل موجود يا ابن الحلال. نعمل الحاجات اللي قال عليها دي وخلاص. انت مش معاك الفلوس؟ فلوس ايه يا دوس؟ هي دي فلوسي؟ ما انا قايل لك دول شايلهم عشان كراسة الكريبي. هو عاد فيها كريبي يا جريبي؟ بص يا ديسو، احنا ما قدامناش غير حل واحد، الوينجز. ايه الوينجز يا معلم اللي بيطلع وينجز؟ مش فاهم قصدك نغزه؟ لا يا شادي، انا ماليش في الحاجات دي. انا قصدي اللحلوح اللي يخليك تيجي وتروح. يا عم القرشينات، الفلوس. بص يا معلمي، احنا نروح له ونقفش اللي فيه النصيب. هيقول لك البورتو ده مطابق للمواصفات العالمية والمحلية والاولمبية كمان. يا نهار اسود، قصدك رشوة يا شادي؟ مال وشك لون كده ليه؟ ما تجمد قلبك يا مان. بص يا معلمي، احنا نروح نقابله دلوقتي، وقبل اي كلام تروح مطبق ال50 جنيه اللي اديتها لك امبارح وتحطها له في ايده، وما تديليش انت ليه من فلوسك يا عم. واحنا بعد ما قسمنا الارباح تلاقي لي حاجه؟ ما كل الفلوس اللي فاتت راحت لصيانه البورتو. طب ما نصونه من دلوك وبلاش حكايه الونجز دي. وليه تصرف اكتر لو ممكن تصرف اقل؟
اسمع كلامي يا ديس وتعالى نروح له دلوقتي. يعني انت مالي يدك بالحكاية دي يا شادي؟ عيب عليك يا مان. ده انت نهارك اسود ومزفت ب60 نيلة فوق دماغك. بترشيني يا بياضتي، بترشي نشأة افندي عاشق الروتين، بترشي نشأة افندي اللي ختم اوراق حكومية بعدد شعر راسه. ده انا هوديك في 60 داهية. وهوديك ليه؟ ده انا هجيبها لك لحد هنا. تعالى داهية تعالي. حقك عليا انا يا سيدي، ومليك عليا حلفان. انا حاولت امنعه بس هو رفض برضه. لا لا لا، ما دام جيت معاه تبقى مشترك معاه. تعالوا هنا. يا مشهد اتفهم طيب. الحقني يا شادي. يبقى خلوا بقى الرشوة تنفعكم، والبورتو ده مش هيتفتح ابدا غير لما تنفذوا اللي انا قلت عليه. لا عافي، هو رفيع بس لعلمك لو انت ما حجزتنيش كنت دغدغته، كنت عميته خالص، حاولته. انا ايه اللي خلاني اسمع كلامك بس؟ اهي بدل ما نكحلها عملناها. لا خلاص بقى، هنعمل اللي طلبه. ضاع مقدم العربية، يا خسارة. ايه رايك يا نشأة افندي؟ كل اللي طلبته اتنفذ. اظن البورت دلوقتي بقى بيرفكت يا مان. ايوه، ده يقول لي البرفكت قوم وانا اقعد مطرح. تمام، كله تمام. يعني خلاص نقدر نفتح البورت ونعمل اوبننج كبير قوي ونرجع السياح تاني. طبعا طبعا، انا خلصت لكم كل الاجراءات. تقدروا تفتحوا ان شاء الله حتى من بكره. ايه الصوت ده؟ ده صوت عربية اسعاف يا اخوانا. في حد جاله انفلونزا الخنازير ولا ايه؟ لا وانت صادق، ده صوت عربية البوليس اللي جاية تاخدكم. انت عرفت منين ان ايه تاخدنا؟ انتوا نسيتوا انكم حاولتوا ترشوني. اي نعم البورتو اتفتح، لكن دي نقرة ودي نقرة. هو في ايه؟ هم واخدين راسته وشادي ليه؟ عشان النقرة التانية.